ازيكم عاملين ايه اخوات وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه قلت لازم اعمل شويه محشي كده يدفونا في الساعه اللي انتوا شايفينها دي. بصراحه مسكت كده الفراخ، غسلتها كويس بالخل والملح وزي ما انتوا شايفين علقت عليها، حطيت بهارات الفراخ عباره عن طماطم وفلفل وبصل وكمان بقى ورق لورا وكمون وفلفل اسود وملح. تمام، خلصنا كده من الفراخ، دخلنا بقى على المحشي. دي تغديه المحشي كده عباره عن زيت، حطيت عليها الطماطم وبصله كده مقطعه مكعبات صغيره جدا. تمام، بسيبها كده لحد ما تتسبك خالص زي ما انتوا شايفين. وبعد كده يا جماعه بنزل كده عليها بالبهارات بتاعتي، كمون وفلفل اسود، وعايزه احط عليها شطه. تمام، هنا الفراخ بقى ازودها ميه واغطي عليها واسيبها بقى لما تستوي تماما. وبعد كده بطلعها بقى بحطها الفرن، او زي ما انت عايزه تحمريها تمام في الزيت. تمام، هسيبها بقى كده واغطيها. هخرط البصله ديت يا جماعه، بحب كده احط بصله نيه كده خالص على المحشي بعد ما اخلص التغديه واخلص كله، احط البصله ديت على المحشي، بتديله طعم حلو جدا وتخليه مفلفل كده وطعمه خطير. وعبارة المحشي ده يا جماعة محشي ورق خاص، بيبقى طعمه حلو جدا جدا. على فكرة ولادي بيحبوا المحشي ورق الخاص أكتر جدا من محشي ورق الكرنب. هنزل بالبصلة كده على التغديعة بتاعتي. هنزل بقى بالرز بعد ما غسلته كويس وصفيته تماما من المية. هقلبهم كويس جدا عشان الرز كله اتشرب من التغديعة. وعندي بقى الخضرة بتاعتي عبارة عن كزبرة وشبت وبقدونس. تمام، المحشي يا جماعة يعني كزبرة كتير ويعني كمان بصل كتير وزيت كتير، حاجات كده تبقى كثيفة، فاهميني؟ عشان تبقى خلطة المحشي تبقى طعمها حلو. كده الفراخ استوت بتاعتي معايا، شايفين الشوربة شكلها جميل جدا. هطلعها بقى في الصينية بتاعتي. لو عندك بقى معلقتين صلصة هتحط عليهم شوية كزبرة خضراء وتحط عليها شوية فلفل اسود وشوية كمون وشوية ملح، وبتبتدي بقى تدهني الفراخ بتاعتك كده وتحطها الفرن. تمام، كان عندي بقى شوية كده صغيرين قلت احطهم الفرن احسن كده محمرها في الزيت. هخلص كده بقى الفراخ واحطها في الفرن واروح بقى كده الف المحشي بسرعة علشان اعلق عليه، ونبتدي بقى ان شاء الله نتغدى. اتفضلوا معانا بقى يا احلى فنز في الدنيا. ان شاء الله الخلطة بتاعت المحشي كده تعجبكم وبتجربوها ان شاء الله، طريقة سهلة جدا وجميلة جدا. واستنونا ان شاء الله كده في فيديوهات كتيرة جدا بإذن الله. اللي اول مرة يا جماعة يشوف قناتي ينزل بقى يشترك فيها ويفعل زرار الجرس عشان يوصلكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها. واستنونا ان شاء الله في فيديوهات كتيرة جدا. كده بلف المحشي زي ما انتوا شايفين، محشي ورق خاص بس يا جماعة كده كان طعمه بصراحة بألف هنا وشفا بجد. ابتدي بقى اسقي المحشي كده، يا دوبك تغطي المحشي بالشوربة او قبل ما تغطيه كمان بتخلصي. تمام، هحطه بقى على النار عالية لمدة 10 دقايق وبعد كده هدي عليه النار خالص. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ اتفضلوا معانا بقى بألف هنا وشفا على قلوبكم. باي باي.